حبايبي الفقاص الحار حار وبنين ويا سلام. اجيو معايا نشاركوه مع بعضياتنا. يلا هو بينا بسم الله. المقادير اللي غادي نحتاجو في الفقاص الحار ديالنا، بما انه حار غادي نبداو بالحار. انا درت هنا معلقه ديال النيورا بطبيعه الحال المليحه هي الاولى، والبزار، جوج طريصات ديال الثوم، وواحد ديال كنور بكري، كنور ضامه بنه. وعندنا حبايبي عندي بصله محكوكه، عندي شويه ديال المعدنوس، عندي 150 غرام ديال الزبده عبار مزيانه مذوبه، وعندي 150 غرام ديال الفرماج الحمر، وعندي الماء، وعندي من طبيعة الحال الطحين سيكون حسب الخليط. ونبداو على بركة الله. نفس الزلافه اللي كتعبروا بها البصله هي اللي غادي نتعبروا بها الماء. وكتبقاو كتضيفوا طحين شويه بشويه. شوفوا الخليط ديالكم تجمعوا، يمكن لكم تحكموا فيه. الصلاه على النبي. ومن بعد ما تخلط مزيان كنقطعوه على هذا الشكل هذا. ايوا صافي غادي نديرو فوق هاد الكاغيط اللي طالقه على الرخامه، وغادا نجيب كاغيط واحد اخر صافي. غادا ناخد اللاك ونبدا كنطلق فيه. غادا نحاول يجي مقادد باش ما تجينيش حبه بيضه وحبه رقيقه. صافي من بعد ما طلقته مزيان جبت جراره وبديت كنقطع فيه على هاد الشكل هذا. ودابا من بعد ما سخن الفران مزيان غادا ندخلو للفران. ايوا كيجيو الفقيقصات ديالي على هاد الشكل هذا مقروشين ويا سلام، وحارين وبنينين، كيجيو فنين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الفقيقيس. نتلاقى بكم فيديو جديد، خليتكم على خير، السلام عليكم.